السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة رابع يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أنا النهاردة جاية أعمل لكم أكلة كده سريعة، قلت أعملها كده يعني تغيير. قلت أعمل الكشري الاسكندراني، وطبعا انتوا عارفين أنا بعشق وكل الناس أكيد بتحب الكشري الاسكندراني او الكشري الاصفر زي ما انتوا حابين. انا معايا زي ما انتوا شايفين اهو كوبايتين رز، ومعايا كوبايه عدس. كوبايه العدس مليانه على الاخر. ما تنسوش في اللايك وتعليق حلو منكم كده. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين اهو معايا. هبتدي بقى ان انا اجهز ليهم. هبتدي ان انا اغسلهم غسله حلوه كده، غسله قمر زيكم كده. وانا هنا اهو بشرح لكم. هبتدي بقى ان انا اجيب حله معايا، احط في الحله اهو. جبت حله وحطيتها على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين. أه هبتدي بقى ان انا انزل بكميه زيت حلوه كده. انتوا عارفين الكشري بيعشق الزيت اصلا. انا بحب اي نوع كشري، انا بحب اعمله بالزيت. زي ما انتوا شايفين نزلت بكميه زيت حلوه اهي. هنزل بقى ببصلتين، كنت بصلتين متوسطين انا كنت مقطعاهم كده، وهنزل بيهم اهو في الحله زي ما انتوا شايفين. ما تنسيش بقى في اللايك وتعليق حلو كده. يا رب يا ربنا يتقبل منا ومنكم يا اللهم امين. انا هنا بقى قطعت البصلتين، وهبتدي ان انا انزل عليهم في الزيت اهو زي ما انتوا شايفين كده. يعتبر برضو الكشري من الاكلات الاقتصادية شوية، وخلي بالكم ان كوبايتين الرز اللي انا غسلتهم دولت مع كوباية العدس بيكفوا من 4 ل5 افراد يعني برضو أكلة يعني هنقول اقتصادية شوية. اللي احنا عارفين ان الزيت غالي وكده، بس هنقول اهي برضو بنلم بيها الدنيا شوية وتغيير. جنب شوية سلطة، جنب الدقة اللي انا هعملها. برضو انا هعمل لكم الدقة قدامكم. وهي البصلة اهي في مرحلة ان هي هنا بقى. البصلة انا عايزاها يعني تتحمر سنة، عشان انا عايزه الطعم بتاع التحميره يبان في الكشري. بيفرق كتير قوي 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 غير لما انت تصفريها. يعني لما بتصفريها وتبقى في الميه وكده بتحني معاكي، انما لما تديها سنه كده بتفرق كتير، وبيبقى الطعم تحفه، وبتفرق كتير جدا جدا جدا. بيفرق معاكي الطعم كتير قوي قوي قوي. فهنا انا هنا بصفرها اهو. انا بصفر البصله اهو، بقلبها اهو. هديها تقليبه زي ما انتوا شايفين اهو. آه والله الكشري بالعدس الاصفر من الاكلات الحلوه جدا وتحفه. واحنا اهو بقى في شهر كريم. نحاول نستغفر كتير، نحاول نسبح ربنا اهي. شايفين البصل انا عايزه بقى تدخل شويه. ايوه اللون الجميل ده. انا هنا غسلت بقى الحاجه، غسلت بقى الرز اهو والعدس اهو، غسلتهم مع بعض اهو. وابتدي ان انا اشوحهم. احنا بقى في الشهر الكريم ده نستغفر ربنا كتير على قد ما نقدر. على قد ما نقدر لو حاولنا في الشهر الكريم ده لو عملنا أكلة، حتى لو أكلة بسيطة، وطلعنا منها طبق اديناه لأي حد، والله صدقوني الأكل يعني الطبق اللي هنطلعه من أكلنا ده مش هيأثر حاجة، بس هنسعد بيه حد تاني معانا.
يعني وربنا يتقبل منا جميعا، اللهم امين. انا هنا بشوح الرز زي ما انتوا شايفين، بديله تشويح اهو، اهو زي ما انتوا شايفين. معلش سامحوني بقى، انا عندي برد شويه كده. هبتدي بقى ان انا ايه، انا شوحت رز، هبتدي ابهره بقى، هنزل بالبهارات معايا زي ما انتوا شايفين اهو. هيبقى معايا البهارات بقى، معلقه كمون حلوه جميله كده اهي، يعني 3/4 معلقه لان الكميه مش كبيره. هنزل من الملح و... وشويه فلفل برضو حلوين كده. هما الثلاث حاجات ده، الكمون والملح وفلفل اسود، هو ما بيحتاجش اكتر من كده. اهو الفلفل الاسود. هبتدي بقى ان انا احط كوبايتين ميه، هنزل بقى اهو تقليبه الاول، هقلب تقليبه كويسه كده. هنزل بقى بكوبايتين الميه دولت، بس انا هنا زودت شويه الميه، يعني كوبايتين وشويه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. نصلي على النبي كلنا يا حبايبي كده، ونوحد الله ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله. نزلت باول كوبايه، وانزل بالكوبايه التانية اهو معايا، ونص كوبايه ميه كمان او اقل من النص اهو. زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى ان انا بعد ما احط الميه اقلب تقليبه كويسه واسيبه يتغطى. انا بقى ما بحبش الرز يتقلب كتير، لان الرز لما بيتقلب كتير بيعجن معاكي، لان انتي بتقلبي بتبتدي تحركي فيه الماده النشويه اللي هي فيه، فيبتدي ان هو يعجن معاكي. الرز بيتقلب تقليبه في الاول وتقليبه في الاخر، تقليبه في الاول بعد ما تحطي الملح وتمام، وتقليبه في الاخر خلاص لما لقيتيه شرب وانتي موطيه البوتاجاز كده بتديله تقليبه اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بس كده، وقلبنا اهو شايفين، ومفلفل معانا اهو جميل جدا، وطعمه تحفه تحفه تحفه. ولو خدتوا بالكم البصله اللي انا غمقتها مش باينه، بس الطعم بتاعها بيبقى حلو. عارفين الطعم كده اللي البصلة بتديه للرز الصيادية، او نفس الطعم ده البصلة لما بتتغمق شوية في الكشري بتديله طعم حلو قوي. وانا هنا هبتدي بقى ان انا اعمل لكم الدقة بتاعته. الدقة بتاعة الكشري الاسكندراني، هي انا هحط كام معلش سامحوني عندي برد. هحط كام نقطة زيت زي ما انتوا شايفين، وهنزل بشوية توم حلوين معتبرين كده، شوية حلوين من عندكم كده. عارفين لما بتبقوا ماشيين كده محلات الكشري وتبقوا شامين ريحة الدقة، هي الدقة دي اهو. انا حطيت بقى نقطتين الزيت، وهنزل بقى بشوية توم حلوين كده كويسين كده اهو. مجرد بس نقطة الزيت دي تشويحة بس للثوم، انما مش عايزة تحطي نقطة الزيت دي براحتك اختيارية. اي انا هشوح بس الثوم فيها كده، وابقى عصرة بقى ليمونتين كده بمقام ايه، معلقتين ليمون كبار اهي. اول معلقة اهي من الليمون، وهحط معلقة تاني اهي، وشوية بقى خل حلوين كده برضو اهي، شوية خل بقى حلوين كده من اهو. وهنا بقى
في تكة صغيرة قوي. اللون بقى عشان نكسر اللون الابيض ده، نحط نص معلقة او اقل من نص صلصة. هو بس ايه تكسري اللون، يعني تبقي كأنك بتاكلي في محل بره كده، الدقة بتاعتهم بتبقى لونها وردي وجميل كده. هو بس حتة الصلصة الصغيرة دي لكسر اللون مش اكتر. مش حابة تحطيها براحتك، بس صدقيني بتفرق في الطعم، وبتبقى جميلة جدا جدا. وحطينا الخل اهو، ونزلنا بشوية مية ونديها بس غلوة. البهارات بتاعتها شوية كمون اهو، هننزل بالكمون اهو. اهو شوية الكمون اللي حطيناهم. تمام. الدقة دي من الحاجات والله العظيم اللي بتفرق كتير جدا، سواء مع الكشري المصري او الكشري. وشوية الملح حطيناهم وقلبنا بقى، هتاخد غلوة بقى، وبعد ما تاخد غلوة بنطفي البوتاجاز عليها. حابة بقى ان انتي بقى ايه تاكلي معاه بقى، تسلقي بيضتين تلاتة كده وتدقلجيهم في السمنة مثلا. آه براحتك. انا عن نفسي بحب اكله كده مع الدقة بتاعته وسلطة. يعني اكترية الناس بتحب الكشري الاسكندراني مع البيض المسلوق. براحتكم. اهو انا هغليها واطفي بقى البوتاجاز وخلاص كده تمام، خلصت الدقة معايا. الدقة دي تنفع للكشري المصري والكشري الاسكندراني، زي ما انت حابة تعملي. وريحتها مش قادرة اقول لكم، يعني قلبت الدنيا ازاي. وبالهنا والشفا والحلة اتاكلت في ساعتها كلها، ما بقاش فيها ولا رزاية. وادي في الاخر ده طريقة التقديم. وادي الكشري شايفين اهو قدامكم فلفل وجميل، شايفين البصلة اللي اتحمرت معاه اديته تيست، اديته تغيير في اللون ازاي. وادي الدقة وادي السلطة، وبالهنا والشفا. وما تنسليش في اللايك وتعليق حلو منكم، ونسألكم الدعاء، وكلكم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. باي باي.